أنا باقول للطلبة عندي دايمًا، لو أنت عندك passion، عندك شغف لدراسة حاجة معيّنة، حاجة بتحبها أوي، أوي، يعني عايز تبقى دكتور لإنّك أنت فعلًا الطِب دي حاجة بالنسبة لك عظيمة، وعايز إنّك أنت تعالج البشرية، ويعني حاجة أنت شايف إن هي فعلًا بالنسبة لك حياتك كلّها، يبقى اتّكل على الله وامشي في المجال ده وخُش الكلية دي بغض النظر بقى عن سهلة والّا صعبة والّا فلوس والّا أي حاجة، طالما أنت فعلًا بتحب الحاجة دي. أمّا لو ما عندكش الشغف، الحُب الفظيع ده، إنّما أنت بتفكّر في مجال معيّن زي الطِب مثلًا علشان الوجاهة الاجتماعية وعلشان خاطر أصل الدكاترة بيكسبوا فلوس كتير وبتاع، لأ، يبقى لازم أنت تُقف بقى وتسأل الناس اللي بتفهم، هل فعلًا أنا لو دخلت طِب هاكسب فلوس كتير؟ هل فعلًا في الوجاهة الاجتماعية؟ هل فعلًا ده المستقبل؟ وتبتدي إنّك تفكّر بقى. زي ما حضرتك قُلت كده لو هو فعلًا ناوي على كُلّية مثلًا طِب أو صيدلة أو حاجة، لازم يبقى عارف هو ناوي يعمل بيها إيه. ولو داخل عشان وجاهة اجتماعية، الوجاهة دي هتُقع مع أول سَنة في الكُلّية لمّا يشوف بقى الضغط الرهيب اللي هو فيه، لا، لا، لأ، أنا ما كناش متفقين على كده. آه، وفي صح. كتير منهم يا إمّا بيحوّل من الكُلّية خالص، يعني بيبقى اهم. تعب على الفاضي وبيحوّل من الكُلّية وأعرف ناس كتير عملت كده، يا إمّا آه. بيتخرّج من الكُلّية وبعد كده career shift. يعني هو خَد بس الشهادة، اسمي إن أنا دكتور أو اسمي معايا الشهادة وبعد كده يعمل career shift.